تقول ام نواف قبل 16 سنة رحنا نعتمر. تقول كنت أنا حامل في بدايات الحمل. رحنا العمرة في الإجازة الصيفية، وكانت معنا يعني قريبات من قريباتنا، هم معهم بناتهم. تقول وأنا معي بناتي، عبارة عن عوائل يعني، ومعنا طبعا أزواجنا. سكننا مع بعض في سوق قديم جدا كان جنب الحرم، يعرفونه بعض الناس، كان اسمه سوق المدعى. تقول سكننا في ذاك المكان، كنا مع بعض، ولحظات جميلة يا جماعة الخير لما تطلع تروح للحرم، تجلس في الحرم وتصلي وتستشعر إن الصلاة ب100,000. تخيلوا 100,000 صلاة، يعني العمل مضاعف. المهم تقول ام نواف قريبة من قريباتنا اللي كانوا معنا جاتنا وحنا جالسين، قالت يا جماعة الخير قابلت لي يمنية بالحرم، واليمنية هذه امرأة مسكينة عايشة في مكة، وعندها أطفال كثير، يعني هي أم وعندها أطفال كثير، ووضعهم المادي يعني تعبان، وضعهم المادي يعني مستور، وهي ما تبغى شيء، تبغى ملابس. إذا عندكم ملابس بس لبناتها وعيالها تسوون خير. فأم نواف والحريم الباقيات اللي معهم جايين معهم قالوا والله يجزاك خير، أمرتي بخير، عندنا ملابس جايبينها معنا من الرياض لعيالنا يعني وبناتنا، لكن نقدر نتخلى عن بعضها لله سبحانه وتعالى صدقة، وبعدين نشتري. وفعلا تقول ام نواف جيت وفكيت شناط بناتي وطلعت منهن ملابس، وجمعت ملابس في كيستين، ثم جيت اتفقنا أنا والمرة هذه صاحبتنا قريبتنا إن حنا نلتقي في توسعة الحرم، ساحات الحرم الخارجية، نلتقي في المكان الفلاني، اتفقوا على مكان. وفعلا أخذت أكياسها أم نواف تقول، وأخذت بنت معي من بناتي، ورحنا جلسنا في ساحة الحرم ننتظر صاحبتنا هذه علشان تودينا لليمنية عشان نعطيها الملابس. تقول المهم وانا جالسة جت صاحبتنا، هلا يا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. ها وش قلتي؟ وين الأخت اليمنية؟ قالت والله انها يعني انا نسيت اقول لك انها اعتذرت ما تقدر تجي. قالت طيب، قالت والله اعتذرت اليوم ما تقدر تجي. قالت طيب والملابس اللي معي ذي؟ قالت رجعيهن وجيبيهن بكره. قالت لا والله ما ارجع بهن. ام نواف تقول والله ما ارجع بهن، ما دامي طلعت فيهن بتصدق فيهن، ماني براجعه. قالت لها صاحبتها ذي قريبتها خلاص خذ اللي تشوفينه. تقول ام نواف جلست انا وبنتي والملابس عندي باكياس كبار 2. تقول اتلفت واشوف مرة هناك، امرأة سوداء افريقية تصلي. قالت ام نواف لبنتها يا بنتي، قالت نعم. قالت شوفين ديك المرة اللي هناك؟ قالت ايه؟ قالت روحي قولي لها تجي ابيها. البنت راحت ورا ذيك المرة العجوز الافريقية تصلي. قالت لها السلام عليكم. وعليكم السلام. الوالدة تبي تشوفين احنا جالسين هناك تبغاكي. قالت طيب بس اخلص راسي واجيكم. قالت لها طيب. ثم قامت هذه المرأة تصلي، هي امرأة صومالية قامت تصلي. تقول المهم يوم صلت لها سلمت كم تسليمة، الظاهر ان الكلام ده كان بعد صلاة العشاء، الظاهر انها تصلي صلاة الليل. تقول جتنا واذا هي امرأة عجوز سبحان الله مريحة، هذه المرأة مريحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. الله يحييك. تقول لهم نواف. قالت يا أختي ما تبين ملابس؟ معنا ملابس صدقة تبينها؟ المهم قالت المرأة أنت تعرفيني؟ قالت ام نواف لا والله ما أعرفك. قالت أنت تدرين أني أنا من 30 سنة أجمع الملابس وأضبطها وزينها، واللي مقطوع منها أخيطه، واللي ناقصه إزرار ولا ناقصه شيء أصلحه،
ثم أخذ الثياب هذه واغسلها وزينها وصفطها وحطها في شوالات، وبعدين يجون الناس من جماعتي ياخذونها بالبحر ويودونها للصومال ويوزعونها على قريتنا والقرى اللي حولها واللي حولها. تدرين هذا حالي من 30 سنة. قالت لهم نواف سبحان الله. قالت انت كيف ناديتيني؟ قالت والله ما ادري يا اختي، انا شفتك بس كذا قلت خلنا نادي لي كلمة. قالت انا اسمي زينب، وانا هنا في السعودية في جدة من يوم كان عمري 16 سنة، وكنت اشتغل عند اسرة سعودية واكرموني واحتفوا بي، ولما كبرت عندهم وتزوجت وانا عندهم وانفصلت لان الرجل اللي كنت متزوجته ما هو صالح، وانا ما ابغى اكون مع رجل بهذا الشكل. ولما كبرت الجماعة حطوني، استأجروا لي بيت وخلوني اقعد فيه واعتنوا فيني، وانا الى الان مستمرة ولا زلت على حالي هذا، اجمع الملابس وزينها واضبطها وارسلها لاهلي في الصومال وارسلها لجماعتي في الصومال. فقالت لها نواف هذه عندي الملابس، والله لو تجين عندنا في الرياض يا زينب ان عندنا ملابس لا تعد ولا تحصى. قالت لها اجيكي، انت تبغيني اجيكي الرياض؟ اجيكي الرياض. قالت تجين؟ قالت ايوه اجي، مو هذا العمل لله؟ مو هذا عمل للفقراء؟ الله يتقبل. تقول قلت لها آمين آمين، خلاص خذي رقمي وأعطيني رقمك، ولما بغيتي تجين بس أعطيني خبر عشان أجمع لك الملابس. تقول أم نواف وافترقنا على هذا الحال، وبعدها بفترة بسيطة رجعنا للرياض. تقول قعدت لها حول 3 شهور 4 شهور دقت علي. تقول أنا في ذاك الوقت ثقلت الحمل ثقل علي، وأنا يتعبني الحمل جدا، فدقت علي وقالت لي أنا بجيكم بعد أسبوع أو بعد 10 أيام، تراني بقعد عندكم 3 أيام علشان أضبط الملابس وزين وضعها. تقول نواف قلت طيب أشوف وارد لك. تقول نواف سكرت منها وكلمت زوجي، قلت له يا أبو نواف، قال نعم، تذكر المرأة الأفريقية اللي كلمتك عنها الصومالية؟ قال إيه. قالت بتيجي للرياض. قال الله يحييها. قالت بس بتسكن عندنا. قال ما في مشكلة، عندنا ملحق برا تسكن فيه وتزين أمورها وتزين ملابسها وخلينا نكسب الأجر معها. قالت بس ما تخاف، ها يمين يسار يمكن مهمة موثوقة؟ لا أبدا أبدا. أنت ما ارتحتي لها؟ قالت لا والله ارتحت لها، وأنا ارتحت لها، قلبي منشرح لها، خليها تيجي بس. تقول أم نواف وأبدأ أنا أعمل اتصالاتي، أكلم أهلي وجماعتي وأكلم جيراني وأقول لهم إن عندي وحدة تودي الملابس للصومال. يعني ما هي تبغى شيء مادي، لا تعطيني فلوس، أنا أبغى ملابس الأهلي والناس الفقراء. وفعلا تقول أم نواف اجتمعت ملابس كثيرة في حوش البيت، أكياس ملابس وجزم وأشياء وشنط وأشياء كثيرة. تقول أم نواف المهم تقعد لها 10 أيام وتجي. اليوم جت، هي جاية بالحافلة الباصات من مكة إلى الرياض، وهي تقول إني أنا أجي كل فترة للرياض لأن في أسرة سودانية أنا أعرفهم وأجي أزورهم، وإذا كان في صدقات ملابس كده أخذها، لكن أنتم عندكم كمية الملابس كبيرة. أم نواف تقول فعلا سكناها عندنا. تقول سبحان الله حتى خادمتنا حبتها. المرأة الله ألقى عليها قبول لدرجة أن الأطفال حبوها. المهم وبدأت المرأة شو تسوي يا جماعة؟ تأخذ الملابس تتفقدها، واللي فيها زرار ناقص تزينه، واللي فيه شيء مقطوع تخيطه، وأبدا عدتها معها وشغلها معها. وبعدين لخلصت وضبطت الملابس تغسلهم، وفعلا اشتغلت معاها الخادمة المنزلية يغسلون، وسبحان الله الخادمة المنزلية حبتها، ويغسلون ويصفطون ويجيبون شوالات ويحطون الملابس. شوفوا لا ركزوا، ملابس الأطفال لوحدها،
ملابس البنات لوحدها، ملابس الأولاد لوحدها، ملابس الرجال لوحدها، ملابس النساء لوحدها. تخيلوا، شوفوا التنظيم والدقة. تقول المهم وتضبط وتزين شغلها. والمهم وأم نواف ايش تقول؟ تقول أنا ما قدرت أساعدها بشيء، أنا حامل وتعبانة ومستلقية دائما لأنه حملي ثقيل، ولا قدرت أساعدها بشيء. تقول كل فترة تيجي تطل علي وتسلم علي وتقعد معاي وبعدين تقوم. تقول لما عدت 3 أيام ضبطت كل الملابس وحطتها بأشولة وربطتها وضبطتها، ثم كلمت ناس صوماليين هي تعرفهم حقين الشحن، وجابوا سيارتهم الدينة الكبيرة. ولما جابوا السيارة الكبيرة وإذا هو وقت مطر، كانت تمطر. أبو نواف كان واقف معاهم يساعدهم في تحميل هذه الشوالات إلى السيارة. وبعد ما حملوا الشوالات هذه على السيارة جابوا طربال. الطربال هو غطاء بلاستيكي يوضع أثناء المطر علشان ما يبلل الملابس وتصير مشاكل. ووضع هذا الطربال أو هذا الغطاء البلاستيكي على السيارة، ثم قام أبو نواف بنفسه يربط. وهذه المرأة لا تنفك، هذه المرأة الصومالية لا تنفك من الدعاء لأبو نواف ولأم نواف. المهم انتهوا من الموضوع، ركبوا الأغراض وزينوها وشحنوها إلى الصومال. ثم جاءت هذه المرأة الصالحة زينب تقول لأم نواف الله يجزاك خير يا أم نواف ويقومك بالعافية، وأتمنى منك يا أم نواف إذا ولدتي اتصلي علي وعلميني إيش حصل معاكي وإيش جاكي. خلاص قلتها خلاص أبشري يا زينب. وفعلا استودعتها الله، وانطلقت زينب وركبت الحافلة ورجعت إلى جدة. تقول أم نواف قعدت فترة وأنا أتصل عليها أطمئن عليها وأسلم عليها، ثم في يوم من الأيام كلمتها وقلت لها يا زينب أبشرك ترى جاني ولد. قالت ما شاء الله ما شاء الله، أنا أصلا وأنا عندك كنت أدعو والله سبحانه وتعالى دائما لا يخيب دعائي، كنت أدعو أن الله يرزقك ولد وأن الله يصلحه ويجعله قرة عين لك. على فكرة الولد هذا يا جماعة الخير اسمه راشد، وهو الآن عمره 16 سنة، وهو من الأبناء الرائعين الموفقين اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يحفظه. تقول المهم كل فترة أكلمها. في يوم من الأيام كلمتها وقلت لها، ولما كلمتها كان صوتها تعبان، شلونك يا زينب عساك طيبة؟ قالت الحمد لله يا أم نواف، أنتي وشلونك وشلون أبو نواف هذا الرجل الطيب، هذا الرجل اللي كان يربط معانا وتعب معانا، الله يجزاه عنا خير، كيفكم وكيف أولادكم وكيف أموركم؟ تقول قلت لها بشرك طيبة. قالت لها يا أم نواف لا تنسيني من دعاكي، أنا تعبانة أنا تعبانة، وإذا يا أم نواف يوم من الأيام اتصلتي والجوال ما رد فاعتبريني مت، فأدعي لي ولا تنسيني من الدعاء يا أختي. تقول تأثرت جدا من كلامها، قلت الله يعطيك الصحة والعافية ويمدك بالصحة يا رب العالمين. قالت هذا قدر الله يا أم نواف، أنا تعبانة ومعاي الربو وكبرت في السن، وإذا جاء قدر الله سبحانه وتعالى أنا راضية بقدر الله، بس أنت لا تنسيني من دعاكي، وأشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتيني فيه. تقول أم نواف بعد فترة أتصل عليها والجوال يرن 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 ما حد يرد. رجعت ثاني مرة أتصل بعد فترة يرن 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 ما حد يرد. هذه المرأة يا جماعة الخير المرأة الصالحة وضعت لها عملا صالحا تعمله، وضعت لها هدف، وضعت لها شيء تعمله بينها وبين الله سبحانه وتعالى. يعني وش تعمل؟ شافت حاجة أهلها للملابس، وشافت أنه في قدرة أنها تأخذ الملابس القديمة وترقعها وتزينها وتضبطها وتغسلها وتنظفها وترسلها لأهلها توزعها عليهم وتسترهم. شوفوا يا جماعة الخير العجيب اللي أنا استغربت منه وقالته لي أم نواف، إنه سألت لها قلت لها إيش المواد الغذائية اللي الناس يبغونها ونادرة عندكم في الصومال؟
إيش قالت يا جماعة؟ تخيلوا، قالت الملح. الملح قليل عندنا جدا ويحتاجونه الناس. تقول اشترينا كميات من الملح، كانت تضعها عبارة عن أكياس صغيرة وحملتها من ضمن هذه الحمولة وهذه الملابس. أنت الآن بسألك، هل عندك شيء تعمله بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت تحمل هم وشيء خبيئة كذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى تقدمها وتحس أنها يعني شيء جميل، كل ما تذكرته ينتعش قلبك وتحس بشعور جميل أنك تقدم شيء لله سبحانه وتعالى؟ أبيك تتذكر ولا تنسى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تذكر دائما أن عملك الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى لن ينقص، بل سيضاعفه الله لك سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين، وأن يغفر لزينب ويرحمها ويتجاوز عنها بهذا العمل الطيب.